يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره، ومن قلب القاهره هنستكمل جولاتنا النهارده. جولات النهارده هتكون في ممر من اجمل ممرات وسط البلد. ممرنا النهارده هو ممرنا الجميل اللي قدامنا ده، ممر سرايا الازبكيه. ممر السرايا الازبكيه هو بيبتدي بينا فين؟ انا ورايا كده تقاطع شارع عماد الدين، يبقى هو كده بيبتدي من تقاطع شارع عماد الدين وبينتهي فينا وينتهي بينا عند تقاطع شارع طلعت حرب او تقاطع شارع عرابي وميدان عرابي. تعالوا بقى نتمشى في شارعنا الجميل ده. ليه النهارده خدتكم في شارع سرايا الازبكيه؟ شارع سرايا الازبكيه من اوله لاخره يا جماعه كافيهات، حتى التقاطعات اللي فيه زي تقاطع زكريا احمد اللي جاي اللي هو فيه سينما كايرو بالاس اللي هي ظاهره جزء منها، كلها كافيهات. التقاطعات كافيهات، الشارع من اوله لاخره كافيهات، من اي تو زد هو كله كافيهات. شارع معروف ومشهور بالكافيهات اللي موجوده فيه. الشارع ده بيوازي ايه؟ على يميننا بيوازي ممر الالفي. ممر الالفي من اجمل واشهر ممرات وسط البلد. على شمالنا شارع 26 يوليو، يعتبر من اشهر الشوارع التجاريه اللي موجوده في منطقه وسط البلد. تعالوا بقى نبتدي جولتنا النهارده في ممر سرايا الازبكيه وناخد معاه ممر الالفي. اجمل ممرين ممكن تيجي تقعد فيهم وتتمشى فيهم وتتبسط جدا جدا بالقعده الجميله اللي هتلاقيها في قلب القاهره. ممرات زي ما قلت لكم احنا كده في تقاطع زكريا احمد، او الممر ده زكريا احمد. التقاطع اللي جاي بعد زكريا احمد ده تقاطع الالفي اللي قلت لكم عليه ممر الالفي، وهتلاقي اخر ساعه هنا على ايدينا اليمين. شمالنا ده كده تقاطع اللي قدامنا ده 26 يوليو. زي ما قلت لكم الشوارع كلها المتفرعه من زكريا احمد كلها كافيهات، وكافيهات جميله جدا جدا على الشكل الاوروبي. يعني انت لو مشيت في الشانزليزيه او الكافيهات في اوروبا هتلاقيها نفس المنظر اللي قدامك ده. يعني زائد بقى او بلس ان انت قاعد في تاريخ يا جماعه. العمارات اللي هنا طبعا دي مقهى ام كلثوم على شمالنا، من المقاهي طبعا المعروفه والاثريه اللي هنا بتمثال ام كلثوم الجميله على الشمال. انت قاعد في وسط مباني بيعود تاريخها لاكتر من 100 سنه او 120 سنه. المباني اللي قدامنا الجميله دي، الكافيهات اللي هنا بقت جميله جدا جدا بصراحه. يعني اخر 5 6 سنين بعد تجديد شارع الالفي وشارع سرايا الازبكيه بقت الكافيهات في وسط البلد بقى ليها شكل تاني، او في الشارعين دول بالذات. لما الحي او الدوله ادت حق للناس لا تنتفع بالمكان اللي قدامها مقابل ان هم يعملوا صيانه للشارع، مقابل وديعه او مقابل فلوس شهريه بيدفعها كل محل، ماشي، عشان الشارع ده يفضل متصيد. شايف انت تبقى قاعد في تحت وشايف جمال العماير اللي قدامك دي، البلكونات والشرفات والمنظر الجميل لعماير بيقعد تاريخها بجد. يعني ممكن من 1900 1905، يعني كده في عصر الانفتاح المعماري الرهيب اللي عمله طبعا الخديوي اسماعيل. تعالوا بقى نكمل في جولاتنا وقعداتنا الجميله في منطقه وسط البلد. طبعا ده ممر الازبكيه يا جماعه او سرايا الازبكيه. زي ما انتم شايفين شكل الكافيهات فيه جميل جدا جدا، والستايل الكافيهات فيه جميل جدا جدا. ممكن تكون الخدمه هنا مش احسن حاجه، يعني مش يعني زي ما بيقولوا الحلو ما يكملش، لان هنا معظم اللي بيديروا الكافيهات بفكر قديم شويه، مش في فكر زي الكافيه او انت اكنك قاعد في مول تجاري حاجه خدمه 5 ستارز. لا، هنا ممكن تكون الخدمه شعبيه شويه. شايفين بقى جمال هنا الاكشاك، البقاله الجميله، انا بحب قوي الاكشاك دي، تحس ان هي فيها كل الحاجات الحلوه انت ممكن تتمناها. تعالوا بقى نشوف حواوشي شلبي. حواوشي شلبي من اشهر محلات الحواوشي اللي موجوده هنا في سرايا الازبكيه او حتى في منطقه وسط البلد. يعني انت لو حابب تاكل حواوشي في وسط البلد اكيد يعني هيكون اختيارك الاول عند حواوشي شلبي. وللامانه انا بقالي كتير جدا جدا ما اكلتش هنا، سنين كتير ما جيتش كلت حواوشي من شلبي. يعني انا غيرت من شلبي بتاكل من عند الرفاعي، فمش عارف دلوقتي الطعم بقى عامل ازاي ولا الاسعار حتى. شايفين بقى حواوشي شلبي؟ تعالوا بقى اوريك العماير الجميله اللي موجوده هنا. العماير دي هي برضو اللي يحزن فيها يا جماعه ان معظمها مش سكني. يعني العماير دي كلها تجاري او مخازن المحلات التجاريه اللي موجوده هنا في منطقه وسط البلد. طبعا منطقه وسط البلد منطقه مكتظه، منطقه زحمه طبعا، مزدحمه جدا جدا. فهنا المحلات التجاريه هنا ما بيلاقوش اماكن يخزنوا فيها البضاعه بتاعتهم، فبيلجأوا ان هم بياخدوا الشقه دي ويخزنوها في بضاعتهم، او الشقه التانيه بتبقى كلها مكاتب تجاريه يعني. تعالوا بقى نكمل في جولتنا الجميله. طبعا كده احنا داخلين على ميدان عرابي. يمنا كده ميدان عرابي، اللي قدامنا ده كده دي منطقه التوفيقيه. دي طبعا الكافيهات اللي على اول الميدان، على اول شارع سرايا الازبكيه وممر الالفي. هتلاقوا الكافيهات الجميله دي هنا، بس في تجديد او في توضيبات او في هنا حاجه بيعملوها على اليمين في الممر، هتلاقوا في رمل وتكسير.
اعتقد مش عارف بيركبوا حاجه يعني، بس ان شاء الله بعد ما يخلصوا تركيب والحاجات اللي بيعملوها دي هيرجعوا الشارع جماله تاني، لان الشارع فعلا جميل جدا جدا. احنا كده يعتبر في ميدان عرابي اللي احنا فيه، اللي هو بتبقى على نصيته طبعا الفاليرو كده، يبقى ده ممر الالفي اللي على شمالنا، على يميننا طبعا ممر السرايا الازبكيه اللي كانت عليه جولتنا. فبالمره تعالوا ناخد السرايا الازبكيه بعد ما خلصناه. ده كده اللايف، يعني انا كده من تليفوني بصور، ان الكاميرا اصلا مثبتها على كتفي، يعني يا جماعه الكاميرا على كتفي وبتحكم فيها من خلال التليفون اللي في ايدي، فعشان كده محدش واخد باله خالص انا اصلا ماشي بصور، ودي افضل حاجه يعني الكاميرا اللي معايا دي عاملاها معايا بصراحه، يعني مش مسببه لي اي مشاكل. تعالوا بقى نكمل كده، احنا في بدايه ممر الالفي. ممر الالفي ده يا جماعه ممر يعني اجمل ممرات وسط البلد هتلاقي هنا في ممر الالفي. ممر معمول صح الصح، يعني معمول يعني حلو جدا جدا. هو شارع مقفول للمشاة فقط زي سرايا الازبكيه. الممر ده طبعا اتعمل في عصر الخديوي توفيق، وده كان اسمه على فكره يا جماعه لحد 1906 كان الشارع ده كان اسمه شارع توفيق لحد 1906، ومن بعد 1906 اتسمى بشارع الالفي او محمد بك الالفي. طبعا محمد بك الالفي ده هو امير مملوكي، كان بيقول لك من اخر مماليك حكم المماليك، لا ده ازاي، اخر امراء المماليك ماشي، وواحد من مماليك مراد بك، كان واحد اخر امراء المماليك. مش عارف اقول الجمله ليه، طبعا سيبوكم من كلامي. شايفين بقى القعدات الجميله يمين وشمال، وهنا في يميني طبعا كبابجي الالفي 1918 تقريبا، كبابجي الالفي قديم قوي ده طبعا، كبابجي يبقى اكيد بتاع كباب يعني. نرجع بقى لكلامنا. كان محمد بك الالفي اللي هو متسمي الشارع ده على اسمه دلوقتي، في اخر الشارع في حديقه الازبكيه، في اخر الشارع خالص، يعني انت بتكمل الشارع ده لاخره خالص. طبعا ده كده ممر زكريا احمد، هنا السويدي للكابلات او شركه السويدي اللي على شمالنا دي. هنا في مكتبه انجيليه اللي هي المكتبه اللي قدامنا دي، ممكن تدخل تقرا براحتك اي كتب انت عايزها. على شمالها اخر ساعه، مطعم اخر ساعه طبعا مشهور. انا طبعا التقاطع اللي جاي سرايا الازبكيه، طبعا سينما كايرو بالاس ده انا كنت هنا من شويه على فكره لما كنت بصور لكم. تعالوا نكمل في الالفي وبرضه ناخده معانا، يعني هم اصلا مش شارعين صغيرين، يعني هو اعتقد شارع الالفي او ممر الالفي تقريبا 135 متر تقريبا، يعني هو طوله 135 متر، شارع مش كبير قوي. في اخر الشارع زي ما قلت لكم الالفي بيه او محمد بك الالفي كان ليه قصر. دي المكتبه، بص ان القراءه مجانا، طبعا فكره جميله جدا وحاجه حلوه قوي ان هم بيشجعوا الناس على القراءه. طبعا ده اخر ساعه من اشهر المطاعم الموجوده هنا على فكره في وسط البلد، مش حتى في شارع الالفي بس، يعني ياما جينا اكلنا عنده سندوتشات قنبله وكان يعني اكله جميل قوي. تعال نكمل. محمد بك الالفي في اخر الشارع عند حديقه الازبكيه اللي هي موجوده دلوقتي، كان موجود له قصر كبير. كان محمد بك الالفي بني قصر كبير على فكره يا جماعه. محمد بك الالفي ده كان اسمها بيبارز او بينافس محمد علي باشا على الحكم. متخيلين محمد علي اللي عمل مصر الحديثه، كان محمد بك الالفي بينافس على الحكم، يعني كان الانجليز بيخاطبوا محمد بك الالفي وما يخاطبوش محمد علي. المهم كان الراجل ده كان باني له قصر هنا جميل جدا جدا مكان حديقه الازبكيه، وبعدين حتى نابليون بونابرت لما جه مصر هنا خد القصر بتاعه قعد فيه على فكره، يعني من جمال القصر بتاعه. وجه الخديوي اسماعيل لما جه ابن الاوبرا المصريه، ده بتاع كشري على فكره يا جماعه، ده كشري جحا في اخر شارع الالفي. وجه بقى الخديوي اسماعيل مسك قصر محمد بك الالفي هده وعملوا حديقه كبيره لدار الاوبرا المصريه اللي كانت موجوده هنا في ميدان الاوبرا على فكره، على اخر الشارع ده يمين ميدان الاوبرا موجود، اللي كان فيه الاوبرا المصريه القديمه اللي طبعا اتحرقت في حريق القاهره وطبعا اتهدت واتبنى مكانها جراج الاوبرا. دلوقتي حاليا هو مبني مكانها جراج الاوبرا، واتبنى الاوبرا الجديده اللي هي موجوده في جزيره الزمالك. كده احنا وصلنا انا بتلخبط كتير قوي. كده احنا وصلنا اخر ممر محمد بك الالفي او ممر الالفي. ده كده يا جماعه شارع الالفي اللي هو بطول تقريبا 135 متر، شارع من اوله لاخره كافيهات، العماير الخديويه اللي فيه جميله جدا جدا. الشارع ده يا جماعه كان زمان اسمه شارع المسارح والفن، كان كله لانه اصلا بيتقاطع انا في ظهري كده بيتقاطع شارع عماد الدين. شارع عماد الدين ده كان زمان كان فيه تقريبا 15 مسرح، 20 دور سينما في عماد الدين اللي ورايا ده. طبعا محمد بك الالفي او شارع الالفي كان فيه من حب جانب، كان فيه مسارح كتير على فكره موجوده هنا، ودور سينما برضه كانت موجوده في محمد بك الالفي، بس دلوقتي مبقاش فيه الحاجات دي، دلوقتي بقت كلها مطاعم وكافيهات. طبعا المحلات او الانشطه التجاريه بتختلف من زمن لزمن على حسب احتياج الناس للحاجه. ده كده محمد بك الالفي يا جماعه، ودي كانت جولتنا النهارده، جوله سريعه جدا جدا عن اجمل ممرين موجودين في منطقه وسط البلد، ممر السرايا الازبكيه وممر الالفي
اللي موجودين فين. يعني انت لو عايز تيجي هنا عندك تركب محطه المترو يعني، او تنزل من محطه المترو. ممكن تنزل محطه احمد عرابي هتنزلك، شفت العماره اللي في وشنا دي العماره كده في ميدان التوفيقيه، تجيبك لحد هنا هتلاقي عرابي، محطه عرابي على اليمين، وورا في محطه جمال عبد الناصر. يعني دقيقه من هنا ودقيقه من هنا من المترو تكون وصلت لمنطقه الالفي او شارع الالفي وممر سرايا الازبكيه. طبعا الشارع مشهور ومعروف جدا جدا، انت بس انزل وسط بلد واسال بس انا عايز اروح ممر الالفي، هتلاقي كل الناس يعني بتقول لك تروح ازاي. العماره اللي قدامنا الجميله دي كده منطقه التوفيقيه، وراها طبعا سوق التوفيقيه الكبير بتاع قطع غير العربيات. كنا عاملين جوله قبل كده عن منطقه التوفيقيه، واللي هي اصلا بدايتها كانت كلها تجار فاكهه. يعني المنطقه دي اصلا كانت كلها تجار فاكهه، الفاكهه المستورده او الفاكهه اللي هي مش موجوده في اوانها كان كلها تلاقيها موجوده هنا في سوق التوفيقيه وفي منطقه التوفيقيه. بس برضو مع الزمن اتشالت تجار الفاكهه، وبعد كده بقت كلها تجار قطع غيار عربيات. اي قطع غيار انت عايزها هتلاقيها موجوده هنا يا جماعه في سوق التوفيقيه اللي موجود في ظهر العماير او العماره اللي موجوده قدامك دي. ده كده احنا طالعين على ميدان عرابي تاني. على يميني هيكون طبعا سيد حنفي بتاع الكشري، ده من اشهر المحلات الكشري الموجوده هنا في الالفي. وعلى شمالي طبعا الفاليرو، مشهور جدا، يعتبر من المحلات القديمه جدا جدا في شارع الالفي او منطقه حتى وسط البلد. دي كده منطقه التوفيقيه والعماير الجميله. شايفين العماره يا جماعه شكلها عامل ازاي، بلونها ببلكوناتها بشرفاتها بكل حاجه جميله جدا جدا. طبعا الشارع بيبقى شكله اجمل من كده، بس الحاجات التكسيرات اللي عاملينها دي واكله شويه من جمال الشارع، بس ان شاء الله لما يخلصوا اكيد بيرجعوا كل حاجه زي ما كان. زي ما قلت لكم الشارع ده من بعد ما اتوضب بقى صحاب المحلات هم اللي بيصرفوا على الشارع في اي توضيبات، فعشان كده مخلينهم ياخدوا المساحات اللي قدام محلاتهم دي ويقعدوا فيها براحتهم. كفايه كلام، تعالوا بقى نختم جولتنا النهارده في ممر سرايا الازبكيه وممر الالفي. اتمنى يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم، ولو الجوله عجبتكم يا ريت تدوس لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي نهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني في فيديوهات تانيه كتير، وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله. هدخل اصور لكم محلات الشكل البلدي بحبها جدا جدا ونختم جولتنا، والسلام عليكم.